بأن فرناندو توريس إذن خارج مرحلة الخطر. سنعود إلى هذا من خلال الصحافة ومن خلال صور أيضا، لأن الإصابة كانت بليغة وخطيرة، وذلك هنالك في ملعب الرياضور طبعا في لاكورونيا. هيا نعود إلى الأهداف الآن إذن هنا، ويبدو أيضا أن الخطورة كانت التواء في اللسان إذن، وتخوف كبير لدى المدرب واللاعبين، والصورة كانت مخيفة، ونقل على إثر هذه الإصابة إلى المستشفى مباشرة إذن، وذلك في الأربع دقائق الأخيرة من مباراة ديبورتيفو لاكورونيا أتلتيكو مدريد. روح رياضية عالية أيضا هنا في الرياضور لجمهور ديبورتيفو لاكورونيا. وهذه صحيفة آس أيضا التي كتبت: نقل فرناندو توريس إلى المستشفى الذي غادره بعد تجاوز مرحلة الخطر. تويتر الفريق أيضا يبدو بأنه طمأن الجميع، وذلك بحيث ذكر بالإصابة في الجمجمة، ونقل اللاعب توريس إلى المستشفى حيث أجريت له كل الفحوصات، ويبدو أنه تجاوز أيضا مرحلة الخطر. نعود إذن إلى الأهداف